نستقبل معنا باستوديو خبيرة الاتيكيت والبروتوكول كارمن حجار رزق. صباح الخير كارمن. بونجور. كيفك؟ صباح، كيفك انت؟ ماشي الحال. كارمن، اليوم رح نحكي بما انه قربنا على عيد الميلاد، وبتعرفي عيد الميلاد دائما بنعمل عزايم، بتجتمع العائله او بنعزم ضيوف لعنا على البيت، فست البيت اليوم في اتيكيت لتتصرف فيها لما تكون عازمه اشخاص، ان كان من طريقه تحضير الاكل، تقديم الاكل على الطاوله، كيف بتصير الاحاديث كمان على الطاوله، يعني تفاصيل عديده رح نتابعها معك اليوم بهيدي الفقره. اي بالفعل قرب العيد وكل العالم ناطره ليله الميلاد. نعم. الكبار والصغار. نحن عنا هون بلبنان طبعا بنعيد ليله العيد هي العشاء الميلاد. صح. عشاء الميلاد بيكون في بير نويل، بيكون في العشاء، بيكون في المس دو مينوي، وبتختلف من بيت لبيت كيف يعني اوقات السبو انه لا الهدايا ما تنفتح بليلتها، بتنفتح ثاني يوم، او مثلا لا البير نويل بيجي مينوي ما بيجي، يعني بتختلف من بيت لبيت. بس طبعا المشترك بكل الشغله المشتركه بكل البيوت هي طبعا روحيه العيد. نعم. ان كان من تسامح، من محبه، من سلام، هذا الاهم شيء. هذا الاهم. صح. في حال ست البيت قررت، اذا نحن قررنا انه السنه ليله الميلاد عنا شو لازم نعمل؟ نعم. اهم شغله هي شغله شوي ستريسانت، منا كثير سهله، بس ممكن تكون سهله اذا طبعا حضرونا وطبقوا هالقصص اللي مثل ما حضرتك قلتي بدنا نعملها. نعم. اول شغله طبعا بدها هو الاهم شيء التخطيط. نعم. يعني تخطط ست البيت، تقول انا الليله السنه ليله الميلاد عندي، مين بده يكون فيه، مين ما بده يكون فيه. طبعا مثل ما بنعرف نحن كلها جمعه قرايب، جمعة أصحاب، بس في أكتر شيء هي العائلة، والعائلة الكبيرة. نعم. المسافرين بيجوا واللي مغتربين بيرجعوا. صح. في قصص كتيرة، جمعات واللي قليل ليجتمعوا بيجتمعوا. مزبوط، جمعة عائلية بامتياز. بقى هون بدها تعرفي حالها كم ضيف عندها، تعرف إذا بدها تعمل بوفيه أوفير ولا بدها تعمله على القاعد، سا ديبان قد ايه عندها كم شخص حاضر. نعم. ومن هون التخطيط مثل ما بنقول، التخطيط المسبق هو اللي بيخليها توصل ليله الميلاد مرتاحه، عم تستقبل ضيوفها بكل بالضحكه الحلوه والاستقبال الحلو. نعم. طبعا لما نقول المنيو العيد، لنقول بدها تبلش، عرفت قد ايه هي قد ايه الاشخاص اللي بدهم يجوا لعندها. بخصوص الاكل مثل ما بتعرفي التحضيرات لازم تبلش قبل بجمعة، على القليلة قبل ب10 أيام. ليش لا؟ تشتري كل اللي بدها إياه، ما تترك حالها لآخر تكة. نعم. لما تنزغيط تشتري القصص اللي بدها إياها قبل بيومين، نبلش نقطع، نبلش التقطيع. في قصص كتير بتتحضر قبل بوقت لحتى ما تعجق حالها. يعني وحتى إذا كانت هي ست بيت وبتشتغل ديزون من عبكرة العشية، ممكن تعتمد هون على الدليفري، يعني تطلب قصص خالصة، تعمل بلايات، هي بلايات خالصة كأنتري يعني، او مثلا ابيتايزرز ممكن يكونوا اشياء خالصين نطلبهم من برا، ونحن بعدين بنحضر البلا برينسيبال او الطبق الاساسي بالبيت. او بالعكس مثلا تطلب الحبشه، بتعرفي نحن عندنا الحبشه أكيد. اساسيه هيدي على ليله الميلاد. نعم. بقى هون التخطيط المسبق وعارفه حالها شو بدها تعمل، هيدا كتير بيساعدها انها توصل ليله العزيمه مرتاحه مثل ما قلنا. نعم. المشتروات بتنعمل قبل الترم. بننتقل للتزيين. طبعا نحن اجواء ميلاديه، البيت كله مزين، وكمان ليش لا الطاوله لازم تكون مزينه خصوصي للميلاد. نعم. يعني بمعنى انه ببيدجي كتير قليل ممكن نحن نقلب هالطاوله السفره اللي هي بالايامات العاديه طاوله عاديه. نعم. عندنا هالشرشف الابيض، ممكن نشتري جليتر نحطهم على الشرشف، ممكن نشتري النجوم او برنويل صغار او بول صغار، يعني هيك اكسسوار صغير بس اضافي على الطاوله بغير كل شيء. بالفعل بيعطي يعني روح العيد، ببين روح العيد. نحطهم على الطاوله. النابكنز، الفوط نربطهم بشرايط ملونه، ذهب، احمر، فضي، ليش لا؟ هيدا شيء كمان بيضفي جو من الاجواء العيد. نعم. في عنا شموع نزرعهم بكل البيت ونضويهم ليله الميلاد حلوين ببيدجي كتير قليل. مثل ما شفتي بنقدر نعمل طاوله كتير حلوه. هالطاوله هيدي بدها سانتر دو تابل، كمان السانتر دو تابل ماشي من $1.
فيها تجيب حيلا ارانجمون وتحطه على نص الطاوله، بيعطيها منظر حلو. نعم. او ديزون اذا كان عندها جات تقديم تقدم فيه الكروز، الصنوبر اليابسه المجففه، تحطهم مع بولات ملونين، هيدا كله بيعطي انير دو فات على طاولتها. مزبوط. نعم. هيدي من مسؤوليه طبعا ست البيت. ست البيت كمان بدها تحضر الموزيك اللي بدها تلعب، لازم تفكر بالموزيك اللي بدها تلعب، اللي هي طبعا كلها اجواء ميلاديه، بدها تكون تراتيل ميلاديه. ليش لا؟ نحن ما من يعني التلفزيون بيدور اذا كان في ترانيم دينيه، بس بخلال العشاء حلو يكون في ميوزك خفيفه باك جراوند يعني بتدل على العياد. نعم. كمان ست البيت بدها تحسب حساب الصغار والكبار مثل ما قلنا بهيدا العشاء، عكس عن بقيه العشوات بالايام العاديه بيبقى في صغار جايين على العشاء. يعني حتى في البيبيات نوفوني بقى لازم تحسب حساب ببيتها هي وين بدها تحطهم، تحضر لهم اوض ومكان بالاوض لتحطهم فيه. الاولاد الصغار اللي هن فريمون صغار 3 4 سنين 5 سنين كمان تحضر لهم مطرح طاولات صغيره لما يزعجوا الاكبر اللي هن قاعدين على الطاوله. نعم. وطبعا شباب وصبايا بينضموا للطاولات مع الكبار. هيدي هي القصص اللي ممكن ست البيت تفكر فيها. نعم. اهم شيء بخصوص المنيو انه ما تعمل قصص صعبه، يعني تحط براسها انا بدي اعمل قصص هينه، مش هينه بالمعنى انها خفيفه، لا هينه بالمعنى ما بدها قبل بتكي من ما الضيوف يجوا تكون هي بعدها معزوقه عم بتحضر، او يعني يكونوا قاعدوا عم ياكلوا وهي بعدها عم تخلص اشياء بالمطبخ. لا لازم يكون كل شيء خالص. ديزون اذا كانت الجمعه العشاء ببلش الساعه 9، هي لازم تكون على او 8 ديزون بكير شوي لانه في اولاد، هي على القليله 7:30 لازم تكون خالصه مخلصه. نعم. كرمال هيك نحن الاكل اللي بنعمله بنقول انه ما تعملي قصص بدها شغل على دنيير مينوت. فيكي حتى البريزنتاسيون تبع الصحون تبعك كمان تعمليهم بشكل تطفي عليهم انير دو فات، اللي هو مثلا صحن الحمص ممكن بالبقدونس ترسمي السابان مع بولات طبعا الاحمر اللي هن البندوره، ممكن المعجنات تعمليهم على شكل يا نجمه يا بيرنويل، ممكن رقاقات الجبن يتجمعوا على شكل تاج ينربطوا بشريط حمراء. كل صحن فينا نقدمه بطريقه غير مختلفة. شكل وتوحي انه في عنا نوال وفي اجواء ميلاديه. نعم. هلا لما نكون قاعدين على الطاوله وصلوا الضيوف استقبالهم وكل شيء، هون طبعا الاحاديث بتختلف، ممكن يصير شيء على الطاوله مسؤوليه مين هون؟ اذا حدا هيك احتد الحديث صار شيء، شو لازم تعمل ست البيت؟ مثل ما قلنا بالاول الاجواء هي اجواء مرح وفرح وضحك بس ما بيخلى الامر سورتو بين شوي القرايب هيك بتعرفي مواضيع سياسيه مواضيع شوي مشنجه. هون على ست البيت انها هي مسؤوليتها هالاجواء، اذا صار في حدثين شوي هي مسؤوليتها انها تغير الموضوع. نعم. كيف بتغير الموضوع؟ ممكن تشرب كيس حدا ممكن نكتة من هون، خبرية من هون، ممكن تقول خلونا نرقص، خلونا هي مسؤوليتها اي حيلا تشنج هي مسؤولة انه تشيله. على كل حال خلاصة الحديث كله انه ست البيت فعلا بهيدي الليلة هي بدها تكون لقطة كل الامور، بدها تكون هي عم بتحرك الاجواء، بدها تكون هي مهتمة من الاول للاخر بكل التفاصيل. هي بالفعل هي بدها تكون الزنبق الحركة الدايمة. نعم. بين ضيوفها بين الاولاد الصغار ترضي اذواقهم كلهم. نعم. حتى نسينا هون نقول انه حتى بالاكل نوعية الأكل اللي بتنقيها تحسب حساب إنه في كبار بالعمر بلكي معهم كوليسترول، بلكي ما بدنا مقالي كتير، بدنا شوية مشاوي. نعم. بلكي في ناس فيجيتيريان. هي كست بيت لازم تكون على بينة طبعا وتحسب حساب الكل. صحيح. بهالأمور. أنا بدي أشكرك، شكرا على كل النصايح اللي أعطيتينا إياهم اليوم كارمن حجار رزق، ومن هلا بنقول لك كمان ينعاد عليكي وإن شاء الله يكونوا كل استفادوا من النصايح اللي أعطيتينا إياها. أهلا وسهلا فيك. شكرا. ينعاد عليكم وعلى تيلي اللبان. شكرا.
مشاهدينا رح نتوقف لحظات قليله مع بريك اعلاني، خليكن معنا لانه بعد البريك مايا نحول ضمن فقره نوتريشن تنضم لنا.